إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على كتاب عقيدة التوحيد للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا قد أتممنا في المجالس الأولى النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية. وقبل الشروع بذكر توحيد الإلهية لابد من استذكار واستحضار النوع الأول، وهو توحيد الربوبية. وأخذنا فيه 5 فصول. الفصل الأول فيه بيان معنى توحيد الربوبية وإقرار المشركين به. وقلنا: ما معنى توحيد الربوبية؟ تعريف توحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بأفعاله، وهذه الأفعال مثل إيش؟ الخلق والرزق والملك والتدبير، التصرف، الإنعام، الإحسان، الإكرام، إلى غيرها من المعاني. هذا معنى توحيد الربوبية. السؤال: هل كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله إلى يومنا هذا، هل المشركون مقرون ومعترفون بتوحيد الربوبية، وأن الله هو الذي خلق ورزق، وهو الذي يملك ويدبر الكون ويصرف ويقوم عليه؟ هل هم معترفون بذلك؟ نعم، معترفون بذلك، بدليل آية من كتاب الله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. السؤال الثالث: لما كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية، وأن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ويميتهم، وهو الذي ينعم عليهم، وهو الذي يجيب دعوتهم إلى غير ذلك، هل هذا أدخلهم في الإسلام أو لا زالوا مشركين؟ لا زالوا مشركين. إذن توحيد الربوبية يطالب به العبد أن يؤمن به وأن يعتقده، لكن لا ينفعه حتى يلج ويدخل في الإسلام، لا يكفي، لابد أن يضم له إيش؟ توحيد الإلهية. وأخذنا الفصل الثاني مفهوم كلمة الرب، وذكرنا أن كلمة الرب تعود إلى 3 معاني، وهي السيد والمالك والمصلح والقائم على الشيء. وأخذنا في الفصل الثالث أن هذا الكون منقاد خاضع لله سبحانه وتعالى، مسلم له طوعا أو كرها، بدليل
بدليل إيش؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وأخذنا في الفصل الرابع بيان منهج القرآن في إثبات وحدانية الله، وجود الله ووحدانية الله في الخلق. وقلنا أن منهج القرآن له طرائق كثيرة، وذكر منها الشيخ 3 طرق. فمن هذه الطرق أن الحادث لا بد له من محدث، وكذلك إيش؟ تناسق نظام العالم، وكذلك إيش؟ التأمل في الخليقة وهدايتها لمعرفة وظائفها وتناسبها في خلقها إلى غير ذلك. وهنالك طرق كثيرة، وإنما هذه أشهرها. ثم أخذنا في الفصل الخامس بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الإلهية. وقلنا ما معنى أن توحيد الربوبية يستلزم منه إيش؟ توحيد الألوهية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني من كان معترفا بتوحيد الربوبية مقرا به أن الله هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي أنعم عليه وشق سمعه وبصره وأحسن إليه وأمده بالقوت الضروري، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والآيات في أواخر سورة الواقعة: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. والآيات الأخيرة في أواخر سورة النمل. وهذه الأمور كلها أقر بها المشركون. طيب، إذا كنت مقرا بذلك فلا بد أن تعرف من هو الذي يستحق إيش؟ أن يعبد وأن يصلى له ويسجد. إذن يلزم إذا اعترفت بتوحيد الربوبية وكان لك أدنى مسكة عقل فإنك تعرف أن الذي خلق هذه الأشياء ودبرها وأقامها وصورها وسواها وأحسن إليك هو الذي يستحق أن يعبد وأن يشكر. أرأيت لو أن طفلا يتيما نشأ عند رجل، وهذا الرجل رباه ونشأه وعلمه وأحسن إليه، ثم لما كبر هذا اليتيم إذا به يتنكر لهذا الذي رباه ويضيف النعمة إلى رجل آخر، كيف يكون حال الناس إليه؟ ينتقدون، صح ولا لا؟ يعني الذي رباك وعلمك وسهر عليك وتعب عليك بعد هذا كله إيش؟ تشكر من؟ تشكر غيره. إذا كان هذا لا يتأتى بين المخلوقات فمن باب أولى إيش؟ مع الخالق جل وعلا. ثم شرع المصنف غفر الله له بذكر النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وهذا التوحيد النوع الثاني يسمونه الألوهية، يسمونه الألوهية، وأحيانا يقال الإلهية، وأحيانا يقال له توحيد العبادة، وأحيانا يقال التوحيد العملي، وأحيانا يقال توحيد القصد والإرادة. هذه كلها عدة تسميات لمسمى إيش؟ واحد. إذا قيل توحيد الألوهية أو الإلهية فهو يقابل توحيد الربوبية، يقابل توحيد الربوبية. ويندرج في الربوبية توحيد إيش؟ الأسماء والصفات.
الأسماء والصفات. وإذا قيل التوحيد العملي، توحيد الألوهية يسمون التوحيد العملي، فإنه يقابل التوحيد العلمي أو التوحيد الخبري الذي هو توحيد إيش؟ الربوبية والأسماء والصفات. وإذا قيل توحيد القصد والإرادة، أي توحيد الألوهية يسمونه توحيد القصد والإرادة، يقابل توحيد المعرفة والإثبات، والذي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والتقسيم قلنا المشهور الحاصل المذكور في كتب المتأخرين والمعاصرين أنه 3 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا المشهور عند المتأخرين. عند المتقدمين مشهور نوعان، وليس المعنى أن ال3 مش مذكورة، لا مذكورة، ذكروها أئمة الأقسام 3 كابن منده وغيره، لكن لا إشكال في التقسيم ولا مشاحة في الاصطلاح، إما أن تقسم قسمين وإما أن تقسم 3، وخلونا مع 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الشيخ الفوزان حفظه الله قال: الفصل الأول أن ذكر تحت توحيد الألوهية 6 فصول. 6 فصول. الفصل الأول في بيان معنى توحيد الألوهية، وأنه موضوع دعوة الرسل، وأنه موضوع دعوة الرسل. كلمة الألوهية هذه وصف لمن؟ لله، كما قلنا أن الربوبية وصف لمن؟ لله. الربوبية أي أن الله هو الرب، والألوهية أي أن الله هو المعبود، الإله المعبود. إذن الألوهية هي وصف لمن؟ لله تعالى. وما معنى الألوهية؟ معناها العبادة، معناها العبادة. ما هي العبادة؟ نعم، عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف جامع شامل، أن العبادة اسم جامع، يعني يشمل، اسم جامع. لماذا؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومنهم من يقول أن العبادة هي ما أمر به الشرع من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، بمعنى أن العبادة ليست خاضعة للأعراف، أعراف الناس وتقاليدهم، وليست خاضعة لمقتضى العقول، وإنما هي متوقفة على وحي الله وشرعه. والتعريف الأشمل والأكمل ما عرفه شيخ الإسلام رحمه الله في أول رسالته العبودية. إذن الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد. وتفاصيل العبادات: الصلاة فيها طهارة، الصلاة فيها مواقيت، الزكاة فيها أنصبة، الصيام فيه أحكام. كل هذه الأحكام التي يدرسها الإنسان في كتب الفقه من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وعتق ورضاع وبيوع وقصاص ورضاع وعتق وإلى آخره، مع تفاصيل الحلال والحرام وأمور التشريع كلها، هذه تعتبر تفصيل لتوحيد إيش؟ توحيد الألوهية.
تعتبر تفصيل لتوحيد الألوهية. إذن ما هو تعريف توحيد الألوهية؟ قلنا في الربوبية أنها إفراد الله بأفعاله، أما الألوهية هي إفراد الله بأفعال العباد. بأفعال العباد. ما هي أفعال العباد؟ من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وإحسان وبر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك. هي إفراد الله تعالى بأفعال العباد. انتبه، لابد أن تعرف تفاصيل التعريف. نحن نقول إيش؟ إفراد. إفراد الرب سبحانه وتعالى بأفعال من؟ العباد. كيف إفرده؟ يعني إذا دعوت أنت تدعو من؟ تدعو الله وحده، لأننا نقول إفراد، أدعو الله وحده. طيب لو دعوت الله ودعوت معه غيره كولي أو رجل من هؤلاء المقبورين مثلا، الآن هل أفردت الله جل وعلا ولا أدخلت معه شريك؟ أدخلت معه شريك، لهذا يسمى هذا شرك. هذا يسمى إيش؟ شرك. وكذلك يقال في جل العبادات، يفرد الله سبحانه وتعالى بالمحبة، يفرد الله جل وعلا بالخوف، يفرد الله جل وعلا بالتوكل، يفرد الله جل وعلا بالإنابة، بالاستعانة، بالاستغاثة، استعاذة، بالذبح، بالنذر، باللجوء، بالتعظيم. هذه كلها يجب أن يفرد بها من؟ الله سبحانه وتعالى، على تفاصيل بعدين في مسألة الخوف والمحبة إلى غير ذلك. طيب الله جل وعلا لما أرسل الأنبياء والمرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قريش إلى المشركين بماذا كان يطالبهم؟ جمعهم على الصفا، صح ولا لا؟ ثم عم وخص، ثم عم وخص، فسألوا يعني لماذا جمعتنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا، هكذا كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. النبي صلى الله عليه وسلم هل قال للمشركين اعترفوا أن الله هو الذي خلقكم ورزقكم؟ هل قال لهم هذا الكلام ولا ما قال لهم؟ ما قال لهم. ليش؟ أصلا هم معترفون بهذا الشيء، هم معترفون بهذا الشيء، إذن ليسوا بحاجة إليه. وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر توحيد الربوبية ليكون حجة عليهم، ليكون حجة عليهم. فتوحيد الربوبية باب إلى توحيد إيش؟ الألوهية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم الله هو الذي خلقكم ورزقكم كذا وأقام عليهم الحجج ووالاهم وعاداهم كذا. لماذا؟ لأنهم أصلا معترفون بهذا الشيء. لو قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش إن الله خلقكم ورزقكم، لقالوا: بلى نعرف ذلك. أنت لما تأتي إلى إنسان لا تقيم عليه الحجة فيما يقر به وإيش ويعترف، لا تقيم عليه الحجة بذلك، لأن أصلا مقر معترف بهذا الشيء.
وإنما ما أقر به يصير طريقا وسبيلا إلى ما أنكره. إذن لما قال الشيخ هنا في العنوان وأنه موضوع دعوة الرسل، إذن ما هو موضوع دعوة الرسل؟ توحيد إيش؟ الألوهية، توحيد العبادة. أرسل الله جل وعلا الرسل من أجل إيش؟ من أجل توحيد العبادة. شرع الله الحلال والحرام والجهاد من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق توحيد العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى متى؟ من أجل ماذا؟ حتى يقولوا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت؟ لا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذا شهدوا لا إله إلا الله وأن الله جل وعلا هو المعبود الحق المستحق للعبادة، عند ذلك تحرم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. الدليل على أن التوحيد الذي من أجله أنزلت الكتب وشرعت الشرائع وسلت سيوف الجهاد في سبيل الله، الدليل على ذلك آيات كثيرة، منها قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن إيش؟ أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. إذن الغاية العظمى من إرسال الرسل هي إيش؟ تقرير وإقامة الحجة وتعليم العباد توحيد الإلهية والعبادة، أن اعبدوا الله واجتنبوا إيش؟ طاغوت. وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأمر بالعبادة في القرآن أمر بإيش؟ بالتوحيد. أي أنواع التوحيد؟ توحيد الألوهية، توحيد ألوهية. طيب المشركين كانوا مقرين بتوحيد الأسماء والصفات؟ المشركون هل كانوا مقرين بأسماء الله وصفاته وأن الله هو السميع والعزيز والبصير والحكيم والقوي والقاهر، وأن الله متصف بالعلم والسمع والبصر والحكمة والعزة والقوة والجبروت؟ هل كان المشركون مقرين بذلك؟ نعم، كانوا مقرين بذلك تبعا لإقرارهم بتوحيد إيش؟ توحيد الربوبية. هذا في الجملة، وإن كان في المشركين شيء من القدح في تفاصيل توحيد الربوبية وتفاصيل الأسماء والصفات. مثلا هم أنكروا اسم الله الرحمن، صح ولا لا؟ قالوا وما الرحمن، أنكروا هذا الاسم، لكن جملة الأسماء إيش؟ كانوا مقرين بها. إذن أرسل الأنبياء والمرسلون ليقروا ويقيموا عليهم الحجة فيما ينكرونه. قال وكل رسول، أول ما يبدأ الرسول يدعو قومه يدعوهم إلى إيش؟ إلى التوحيد، إلى عبادة الله. النبي عليه الصلاة والسلام كم قعد في مكة؟ 13 سنة، صح ولا لا؟ أمرهم بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج؟ لا، لأن هذه إذا لم يكن معها أساس ما تنفع. لهذا الذي قعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تلك السنوات الطويلة من أجل إرساء القاعدة، وهي إيش؟ توحيد الله تعالى، والذي يقوم على أساسه جميع الأعمال الصالحة بدءا من الصلاة. قال نوح وهود وصالح وشعيب فيما ذكر الله عنهم أنهم أول ما قالوا لأقوامهم كل واحد منهم يقول يا قوم إيش؟ اعبدوا الله ما لكم من إله، أي ما لكم من معبود غيره.
المشركون قلنا كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، لكن كانوا يدعون من؟ الأصنام. يذبحون لمن؟ للأصنام. ينذرون لمن؟ للأصنام. يستعينون بمن؟ بالأصنام. يستغيثون بمن؟ بالأصنام. يصلون لمن؟ للأصنام. ويزعمون أنها وسائط، يزعمون أنها وسائط تتوسط لهم وتشفع لهم عند من؟ عند الله تعالى. فشبهوا الخالق بمن؟ بالمخلوق. المخلوق هو الذي يحتاج إلى وساطة أو شفاعة بمثل هذا الكلام، أما الرب سبحانه وتعالى ما يحتاج وساطة. الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي باب الوسائط فائدة، أن الوسائط نوعان، أن الوسائط بين الله وبين خلقه نوعان. الأول من أنكره كفر، من أنكره كفر، وهي واسطة الرسل، واسطة الرسل والملائكة. فإن الرسل يعتبرون وسائط بين الله سبحانه وتعالى وبين من؟ وبين خلقه. فمن أنكر النبوات والرسالات فهو كافر بالإجماع. النوع الثاني من الوسائط من أقر به كفر إجماعا، من أقر به كفر إجماعا، كالوسائط عند المشركين الذين قالوا في الأصنام والأوثان والآلهة والكواكب: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أفادها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الواسطة بين الحق والخلق. قال: وأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله، أن أعبد الله، توحيد العبادة الألوهية، مخلصا له الدين. وأول واجب على المكلف، الطفل أول ما يخلق ما يحتاج أن الإنسان يقرر ويعلم بأن الله خلق ورزق وأحيا وأمات، لا يلزم. لماذا؟ لو ترك هذا الطفل بدون تعليم لنشأ على الفطرة، وأن الله هو الذي خلقه ورزقه وشق سمعه إيش؟ وبصره. لكن أول ما يبدأ بالتعليم بإيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الطفل إيش؟ علموا أولادكم إيش؟ الصلاة. لكم؟ ل7. يحتاج تعليم الصلاة، توحيد الإلهية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. إيش قال له؟ احفظ الله يحفظك، توحيد الإلهية. إذن أول واجب على المكلف أن يعرفه هو إيش؟ أن يتعلم توحيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا هو العقيدة الصحيحة، بخلاف عقائد المبطلين من المشككين من صوفية وغيرهم، الذي يقول لك لا، أول واجب النظر منهم، ويقول لك لا، أول واجب أن تشك أول في الله، شك في الله وفي وجود الله وكذا، ثم من طريق الشك هذا تصل إلى إيش؟ إلى اليقين. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لكن هنا ننبه على أمر: نحن لما نقول أن الطفل ليس بحاجة أن يقرر توحيد الربوبية، ليس المعنى أنك ما تعلمه، ليس المقصود هذا، وإنما مقصودنا أنه لو ترك سينشأ على إيش؟ على هذا التوحيد الصافي، وأن الله هو الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره. وإلا فتوحيد الربوبية هو الباب الأعظم الذي لا يستطيع الإنسان
أن يلج باب توحيد الإلهية إلا من خلاله، وهو باب عظيم جدا. من عرف هذا الباب توحيد الربوبية ونظر في أفعال الله جل وعلا وفي أسمائه وصفاته، كان هو الباب الأعظم الذي يسلك منه السالكون ويدخل منه الداخلون إلى حضرة ذي الجلال والإكرام. ومن غير هذا الباب لا يستطيع